السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، مع حضراتكم محمد طاهر. خلوني أبدأ الحلقة ديت وأسألكم سؤال بسيط. هو أنتوا بتدوروا على إيه من الوسواس؟ راحة، اطمئنان، ولا إحساس إنكم تمام؟ لو إجابتكم أيوة، يبقى لازم أقول لكم الحقيقة ديت بهدوء، وهي إن الطمأنينة نفسها ممكن تبقى جزء من الوسواس، مش لأنك ضعيف ولا لأنك غلطان، لكن لأن دماغك اتعلم حاجة غلط. الفيديو دوت معمول علشان يفهمك ازاي ده حصل، وازاي تطلع نفسك من الدايرة ديت خطوة بخطوة وبإيديك. خلونا نبدأ الجزء الأول من حلقتنا ونعرف ازاي الطمأنينة هي اللي بتكون سبب في دخول الوسواس. خلينا نمشيها واحدة واحدة كده، وتعالوا نعرف التفاصيل. أول مرة جاتلك فكرة وسواسية، حسيت أنت بخوف، فتصرفت تصرف طبيعي اللي هو سألت، دورت، طمنت نفسك. ولما طمنت نفسك ارتحت. الدماغ سجل ده وقال أيوة، يبقى الطمأنينة بتساوي أمان. بعد شوية الفكرة ترجع، الدماغ يقول نكرر اللي نجح. وهنا الطمأنينة بتتحول من وسيلة تهدئة إلى سلوك قهري. الجزء الثاني من الحلقة وهو دورة الطمأنينة الوسواسية، لازم نفهمها علشان نعرف احنا بنتعامل مع ايه. خليني كده ارسم لك الدورة بالكلام، بمعنى رقم 1 جت الفكرة، رقم 2 بعد منها جه قلق، رقم 3 بحث، سؤال، تطمين، رقم 4 راحة مؤقتة، رقم 5 رجوع الفكرة، رقم 6 طلب طمأنينة أقوى. اللي بيحصل هنا إن الراحة بتعلم الدماغ يخاف أكتر، مش لأن الراحة وحشة، لكن لأن جاية بالطريقة الغلط. علشان كده تعالوا ندخل على الجزء الثالث من الحلقة ونعرف يا ترى إيه الفرق بين الطمأنينة الصحية والوسواسية. الطمأنينة الصحية بتيجي مرة وبعدها تمشي، ومش بتحتاج إنك تكررها. طيب الطمأنينة الوسواسية بتكون مؤقتة، محتاجة إعادة تخليك متعلق بيها. وهنا سؤال بسيط يحسم الموضوع: هل الطمأنينة ديت محتاجة تتعاد؟ لو أيوة، يبقى دخلنا في الوسواس. الجزء الرابع من الحلقة: ليه ترك الطمأنينة بيكون صعب ومؤلم؟ علشان الطمأنينة بقت زي ايه؟ بقت عاملة زي المسكن، بقت عاملة زي العكاز، بقت زي حاجة بتحميك. فلما تقول مش هاخدها، هنا الجسم بيصرخ، مش علشان ان انت غلط، لكن علشان الدماغ بيسأل سؤال: فين الأمان اللي هو متعود عليه؟ الألم هنا مش خطر، ده ألم إعادة تعلم نتيجة التكرار اللي احنا بنعمله في الطمأنينة. الجزء الخامس من الحلقة وهو التطبيق العملي خطوة بخطوة، وده الأهم. عاوزكم كده تركزوا معايا وخلي بالكم عشان اللي جاي يتعمل مش بس يتسمع. الخطوة الأولى وهي اكتشاف الطمأنينة بتاعتك، يعني أول حاجة نعملها لازم نكتشف الطمأنينة اللي عندنا. هتسأل نفسك السؤال ده: أنا بطلب إيه علشان أرتاح؟ هل سؤال، ولا تحليل، ولا دعاء بطريقة قهرية، ولا مراجعة مواقف؟ مثال عملي على كده: مثلا جاتلك فكرة بتقول طب ما يمكن أنا شخص وحش. الرد المعتاد بتاعها هتقول لأ، أنا شخص كويس. ده في حد ذاته طمأنينة. يبقى احنا عرفنا نوع الطمأنينة اللي عندنا. اللي مطلوب مننا مش نحارب الفكرة ديت، مطلوب مننا نسميها ونقول اللي أنا عملته دوت كان طمأنينة. الخطوة التانية وهي تأجيل الطمأنينة مش منعها، ودي خطوة ذكية جدا. يعني بدل ما تقول مش هطمن نفسي خالص، نقول هأجل الطمأنينة 10 دقايق. الدماغ هنا ما بيحسش بتهديد، بيتعلم الانتظار.
وغالبا الحدة بتاعته بتقل تدريجيا مع تطبيق التمارين ديت وتكرارها. الخطوة رقم 3 وهي الرد البديل، يعني التطبيق الحقيقي. لما الفكرة تيجي، بدل ما نعمل طمأنينة نستخدم رد ثابت. ايه هو الرد؟ مثلا الفكرة جت بتقولي ان انا ممكن اكون شخص وحش اهو. الرد بتاعي بدل ما يكون طمأنينة هنقول ممكن، ومش محتاج ارد دلوقتي، لان انت بتتعامل مع فكرة وسواسية، فانا مش عايزك ولا عايزك تدخلي في نقاش معاه. هنكرر الجملة دي زي ما هي، من غير شرح، من غير نقاش، لان ده بيعلم الدماغ مش كل قلق محتاج مني حل او رد. الخطوة الرابعة، كمل حياتك بالإحساس، لأن ده بيفرق جدا. يعني وانت قلقان أو انت مش مطمئن، اعمل اللي وراك، وانت اعملي الحاجة اللي في ايديكي. ممكن تتمشي، ممكن تكملي شغل بيتك، ممكن انت تكمل شغلك، تتكلم، مش علشان تهرب، لأ، علشان تقول لجهازك العصبي أنا أقدر أعيش من غير يقين. الجملة العلاجية بقى اللي هنقولها بعد ما نطبق التمارين دي كلها وعايزكم تحفظوها بعمق، وهي مش مطلوب مني ارتاح دلوقتي، اللي مطلوب اني ما ازودش الوسواس. الجملة العلاجية دي في حد ذاتها بتعود الدماغ انه ما يتحطش تحت ضغط، وفي نفس اللحظة بيخليك انت فعلا قدام الامر الواقع، وهو اني مش مطلوب مني ارتاح دلوقتي، لكن مطلوب مني ان انا ما ازودش الوسواس. في النهاية عاوز أقول لكم، لو كنتوا فاكرين إن الطمأنينة هي الحل، أحب أقول لكم هي كانت محاولة، لكن دلوقتي بقت جزء من المشكلة، وتركها مش قسوة، مش تجاهل، ده علاج حقيقي. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة، أتمنى يا رب الشفاء للجميع. كان معاكم محمد طاهر، السلام عليكم.